الحرب التي لم تدم طويلا. مدة الحرب هي شوط مباراة كرة قدم بدون احتساب وقت إضافي وأقل ب5 دقائق. حرب بدون خدع استراتيجية أو تكتيك عسكري، ولكن ضعف الطرف الآخر أدى إلى انتهاء الحرب سريعا. اليوم نتحدث عن أقصر حرب في التاريخ، الحرب الإنجليزية الزنجبارية. ولكن قبل البدء دعونا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في آخر القرن ال19 وتحديدا في 4 نوفمبر سنة 1890 بريطانيا بتعلن عن سلطنة زنجبار اللي موجودة في شرق أفريقيا، محمية تابعة ليها. بعد ما توغلت بريطانيا في شرق أفريقيا ووسعت نفوذها على الآخر هناك وسيطرت على زنجبار. وكانت زنجبار ليها أهمية كبيرة في التجارة العالمية، وكان في شوية صراعات ما بينها وبين ألمانيا على مين اللي يقدر يستحوذ على زنجبار وبالتالي يقدر يسيطر على حقوق التجارة في المنطقة دي من افريقيا. ولكن في الاخر تم السيطرة على سلطنة زنجبار عن طريق بريطانيا، ووافقت بريطانيا على الحفاظ على السلطنة كمؤسسة بس، قوة السلطان اسم فقط. لما زنجبار بقت محمية تابعة لبريطانيا، حددت بريطانيا هدفين رئيسيين مهمين جدا في زنجبار، وهما إلغاء العبودية واستعادة الاقتصاد التجاري بقوة مرة تانية للجزيرة. بس إلغاء العبودية ما كانش عاجب الشعب، لأن تجارة العبيد في الوقت ده كان أسلوب حياة عندهم. بس السلطان علي بن سعيد كان بيسمع الكلام وتوجيهات بريطانيا في أي حاجة هم عايزينها، لغاية ما توفى سنة 1893. وبعد وفاة السلطان بريطانيا كانت عايزة حد يكون موالي أكتر لتوجيهاتها، ومش عايزة وجع دماغ من أي سلطان جديد وينفذ اللي هم عايزينه من غير رغي كتير. وما بين كل اللي كانوا بيطالبوا بالحكم اختارت بريطانيا حمد بن سويني، واللي لقت فيها تكون سلطان مطيع لرغبات بريطانيا وموالي ليهم بكل تأكيد. ولكن خالد بن برغش ابن عمه ما عجبوش الكلام ده، وقال ازاي وانا ابن الوحيد للراحل برغش، وان تم تجاهله خالص بعد موت والده. وحاول خالد انه يحتل القصر بالفعل عشان ياخد الحكم، ولكن بريطانيا اقنعته وقالت له ما ينفعش الكلام ده يا خالد، ولازم تلتزم باللي بنقوله. وفعلا تنحى خالد وراحت السلطنة لحمد بن سويني زي ما هم عايزين. وفعلا حمد خلال 3 سنين كان موالي لبريطانيا وكان بيعمل كل اللي هم عايزينه. ولكن في 25 أغسطس سنة 1896 بيموت السلطان حمد بن سويني، واللي فيه أقاويل بتقول إنه مات مسموم. وبريطانيا بتدور تاني على سلطان يكون بيسمع الكلام، وفعلا بيرشحوا حمود بن حمد، اعتقادا منهم إنه هيكون سلطان مرن ومش هيعارض التوجيهات البريطانية. ولكن للمرة التانية بيظهر خالد بن برغش وبيقول لهم يا جدعان أنا موجود وأنا مش هسكت على الكلام ده. انت هتسكت يا باشا على المهزلة دي؟ لو انت هتسكت أنا مش هسكت. وبيحتل فعلا خالد القصر وبيعلن نفسه سلطان على زنجبار. وعلى عكس محاولته الأولى على السيطرة، بيقدر خالد يجمع 3000 جندي موالين ليه ورصهم حوالين القصر. بريطانيا مش عاجبها الوضع وبعتت لخالد كتير وقالوا له ارجع على اللي انت بتعمله ده، وادوله مهلة انه يتراجع والا هيشوف الوش التاني. خالد طبعا طنش تهديدهم وقال لهم اعلى ما في خيلكوا اركبوه. وبالتالي ارسلت بريطانيا فرقة من المشاة البحرية وجمعت 900 مقاتل زنجباريين اللي كانوا موالين لبريطانيا وحوالي 5 سفن حربية. وفي يوم 27 أغسطس سنة 1896 ومع نهاية المهلة المحددة وفي تمام الساعة 9 صباحا أصدر روسون أوامره للسفن الحربية البريطانية بفتح النيران على القصر. وابتدت الحرب ما بين بريطانيا وخالد بن برغش، واللي خلصت الحرب سريعا الساعة 49 دقيقة، يعني الحرب مدتها كانت 40 دقيقة بالظبط. طبعا الحرب خلصت بسبب الهجوم الرهيب اللي حصل على القصر واللي أدى إلى مقتل 500 جندي من جنود خالد بن برغش. ولكن على الجانب الآخر تم إصابة بحار بريطاني واحد بجروح خطيرة، ودي كانت الخسارة الوحيدة بالنسبة للبريطانيين. فبعد طبعا اللي حصل ده استسلمت جنود خالد بعد 40 دقيقة وما قدروش يكملوا، وخالد بن برغش هرب للقنصلية الألمانية. وسيطرت بريطانيا على زنجبار مرة تانية بعد ما قدرت تكسب الحرب بكل سهولة، ودي كانت أقصر حرب حصلت في التاريخ. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات تاني دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفكم تاني في فيديو جديد. سلام.